ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ كله تمام؟ جاهزين؟ ننطلق؟ عايزين ايه بقى؟ جايين ليه؟ ايه تفهم ايه في موضوع الشبكات؟ ملوش اخر. نبدأ ازاي نتكلم نبدأ ازاي؟ انما اخر ايه ملوش اخر. اه تمام. حابين ايه يعني؟ قولوا لي برضه انتوا في دماغكم ايه برضه؟ بحيث نحطها في جدول المناقشة النهارده. يلا يا شباب ولا ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله. شباب الاونلاين، الصوت كله تمام؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام كله تمام يا هندسه. كله تمام. ماشي. طيب النص الاولاني في المحاضره انا هتكلم عن الدنيا بتاعت الشبكات، وزي ما انت قلت كده امشي المسار بتاعي ازاي والدنيا ايه والكلام ده كله. ده الجزء الاولاني. بعد كده هناخد بريك، تمام، وبعد البريك بقى نقاش مفتوح اللي عايز يسال في اي حاجه. تمام تمام. طيب الدنيا بتاعتنا في الشبكات عباره عن ايه؟ احنا دلوقتي المفروض عايزين ندرس موضوع الشبكات ده عشان احنا عايزين نشتغل في مجال الشبكات. طيب المجال ده عبارة عن ايه وايه الدنيا بتاعته وايه ازاي اهل نفسي والدنيا بتاعته والمستقبل بتاعها عامل ازاي، كل الكلام ده اللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. بس تعالوا كده ناخد الموضوع من الاول واحدة واحدة كده مع بعض. الشبكة بتاعتي عبارة عن ايه؟ كنموذج مبسط كده للشبكة بتاعتي، انا عندي ادي سويتش وادي مثلا مجموعة أجهزة. ده تبسيط طبعا للشبكه، الشبكه بيبقى موضوع معقد عن كده، ولكن احنا بنفهم الفكره بتاعت الموضوع. فانا عندي هنا ده سويتش عليه مجموعه اجهزه، والاجهزه دي عليها موظفين قاعدين شغالين في الشركه عندنا. ده نفترض هنا السايت بتاع القاهره مثلا، شركه ليها فروع، فانا عندي الفرع ده بتاع القاهره. طيب الشركه عندها فرع تاني سويتش واجهزه برضو والدنيا دي، بس الفرع ده مثلا في اي حته يو اس اي. جميل. طيب عايز اربط الناس دي مع الناس دي، فانا محتاج هنا يكون عندي حاجه اسمها ايه؟ راوتر. جميل جميل. طيب فانا عندي الاجهزه مربوطه مع بعضها بالسويتشات، وبعدين السويتشات دي متجمعه على ايه؟ راوتر. الراوتر ده اللي ماسك لي نفترض الفرع بتاع مين؟ القاهره. طيب وعندي فرع تاني في يو اس اي. طيب عايزين نربط الفرعين دول مع بعض، هربطهم ازاي؟ هجيب كابل وامده من القاهره لحد امريكا؟ اكيد لا. طب امال ايه الموضوع؟ قال لي هطلع عن طريق الويب، هطلع على الانترنت. جميل. فهنا الراجل ده هيبقى طالع على الانترنت، والراجل ده طالع انترنت، وهنا هنعمل حاجه اسمها في بي ان، فيرتشوال برايفت نتورك، عشان اقدر اربط السايت ده مع السايت ده. الناس اللي هنا دي والسيرفرات والاجهزه عايزين نربط الفرع ده مع الفرع ده. طيب ده نموذج مبسط لشبكه عندي. حلو الكلام؟ جميل. طيب انا المفروض كراجل بقى بجهز نفسي عايز اخش المجال بتاع النتورك ده، المفروض ابقى فاهم السيستم ده والدنيا دي هتمشي ازاي وتتعمل ازاي وتدار ازاي والترابل شوتنج بتاعها ازاي، صح؟ جميل. طيب عشان افهم الكلام ده واحده واحده لازم افهم الاول ان الشبكه اللي قدامي دي فيها شقين اساسيين. الشق الاولاني هو شق الربط. هنربط الدنيا دي ازاي؟ يعني زي ما احنا قلنا ادي اجهزه اهي مربوطه على سويتش، السويتش رايح للراوتر، والراوتر مربوط مع راوتر تاني سايت تاني. الناس دي هتتربط مع بعضها ازاي؟ هنا اول حاجه بنفكر فيها لما نيجي نربط الشبكه بتاعتي هنروح لمين؟ اكيد تسمعوا طبعا عنها، سيسكو. مين سيسكو؟ سيسكو ده اكبر فيندور على مستوى العالم، بينتج لي سويتشات وراوترات. طيب هل هو الوحيد اللي بينتج السويتشات والراوترات دي؟ لا، في ناس كتير، بس الطب بتاع الناس دي مين؟ سيسكو. فلما اجي اقول انا عايز اربط الشبكه بتاعتي، يبقى على طول اول حاجه هتيجي في بالنا هروح لمين؟ لسيسكو.
هروح لسيسكو نقول له يا حاج سيسكو احنا عايزين نتعلم بقى ازاي اشتغل على السويتشات والراوترات والدنيا بتاعتك دي عشان اربط الشبكه دي والدنيا دي مع بعضها. طيب رحنا جبنا السويتشات والراوترات والاجهزه بتاعتنا وكله تمام ووصلنا وكله تمام. طيب الشبكه بتاعتي كده قامت، يعني كده انا خلاص. تعالى يا شركه، كان راجل مهندس شبكات، تعالى يا شركه استلم الشغل بتاعك. اكيد لا. طب امال ايه اللي ناقص؟ قال لي هنا عايزين ندير الشبكه دي. تمام. يعني زي ما احنا قلنا انا عندي هنا في موظفين اهو قاعدين شغالين على الاجهزه دي. الموظفين دول هيشتغلوا كده بمزاجهم؟ يعني اي حد يخش على اي داتا يعمل اي ياخد الجهاز ويمشي؟ ما ينفعش. طيب عايزين ندير الشبكه دي. طب هندير الشبكه دي ازاي؟ قال لي مبدئيا انا هحتاج جهاز ادير منه الشبكه دي، اللي هو بنسميه في المطلق كده سيرفر. جميل. طيب الجهاز السيرفر ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن جهاز كمبيوتر، بس طبعا بما ان الراجل ده سيرفر يعني ايه؟ خادم بيقدم خدمات للشبكه عندي. فالراجل اللي هيقدم خدمات للشبكه عندي وهدير من خلاله الشبكه دي، هل ينفع الراجل ده يبقى زيه زي اي جهاز عادي؟ يعني اجيب لابتوب كده واحطه؟ هو من الناحيه الثيوريتيكال ممكن اجيب اللابتوب وانزل عليه ويندوز سيرفر، بس طبعا كلام مش منطقي، لان مجرد ما الشبكه بتاعتي هتقوم وعايزه السيرفيس بتاعتها الدنيا هتقع. فبالتالي هنا انه السيرفر ده هو عباره عن جهاز كمبيوتر بس امكانياته ايه؟ عاليه قد ايه؟ دي ترجع لطبيعه الشبكه بتاعتي. جميل. طيب وبعدين الراجل ده اللي هدير من خلاله هينزل له اوبريتنج سيستم زي الاجهزه العاديه؟ يعني الاجهزه اللي هنا اللي اليوزرز قاعدين شغالين عليها دي هينزل عليها ويندوز عادي، ويندوز 10 7 8 اي حاجه. جميل. طيب هل الراجل ده هينزل له ويندوز كلاينت؟ بنسميه هنا الويندوز اللي بينزل على الاجهزه دي ويندوز كلاينت. هل هينزل له ويندوز كلاينت عادي زي بتاعنا؟ لا. طيب الراجل ده هينزل له اوبريتنج سيستم خاص بيه، اللي هو عاده برضه هنا لما هاجي اقول زي ما احنا اتفقنا كاجهزه رابطه اروح لمين؟ لسيسكو. طيب لما اجي اتكلم بقى في اوبريتنج سيستم هدير من خلاله الشبكه بتاعتي هنروح لمين؟ مايكروسوفت. برضه نفس الفكره، هل مايكروسوفت هي الشركه الوحيده؟ لا طبعا، في منافس قوي جدا لمايكروسوفت اللي هو مين؟ لينكس. جميل. بس هنا زي ما احنا قلنا اني دلوقتي لما هاجي اقول انا هدير يبقى هروح لمين على طول اوتوماتيك؟ مايكروسوفت. جميل. طيب يبقى الراجل ده جهاز كمبيوتر هننزل له اوبريتنج سيستم زي ما اتفقنا بتاع مين؟ ويندوز. جميل. الراجل ده هينزل له ويندوز عادي؟ لا، هينزل له ويندوز ايه؟ سيرفر. حلو الكلام. طيب ايه فرق ويندوز سيرفر بقى اللي هنا ده عن الويندوز كلاينت اللي هنا ده؟ الويندوز سيرفر هو بيبقى شبه الويندوز العادي، يعني تخش هتلاقي ديسك توب برضه ماي كمبيوتر ومش عارف ايه، بس الراجل ده بيبقى فيه ادوات بيلت ان زي برامج كده بيلت ان جوه الاوبريتنج سيستم ده. من خلال الادوات دي انا بدير الشبكه بتاعتي. يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، اول سيرفيس بنزلها عندي هنا وافعلها على السيرفر بتاعي حاجه اسمها اكتيف دايركتوري. الاكتيف دايركتوري ده بيعمل ايه؟ الاكتيف دايركتوري ده من خلاله بدير الاجهزه واليوزرز اللي عندي دي. يعني برضو على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، اليوزر دلوقتي لما بيجي يخش على الجهاز بيعمل ايه؟ بيطلب منه يوزر نيم وباسورد، صح؟ فايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا ان اليوزر عندي هنا لما يجي يدخل يوزر نيم وباسورد الجهاز ده ما بيدخلوش كده من نفسه. امال قال لي بيرجع لمين؟ للسيرفيس بتاعت الاكتيف دايركتوري دي. دي سيرفيس بنزلها عندي، اول سيرفيس دايما بننزلها هي الاكتيف دايركتوري، بنزلها على الجهاز بتاعي عشان الجهاز بتاعي ده يبقى اسمه دي سي او دومين كنترولر. مين الدومين؟ اللي هي الشبكه بتاعتي دي اسمها ايه؟ دومين. فالراجل ده مين؟ ده الدومين كنترولر، ده اللي بيتحكم في الدومين بتاعي في الشبكه بتاعتي كلها. على سبيل المثال زي ما احنا بنقول كده ان اليوزر جاي عايز يخش على الجهاز بتاعه البي سي اللي هو على مكتبه، يدخل يوزر نيم باسورد. الجهاز هنا ما بيدخلوش من نفسه، بيرجع لمين زي ما احنا قلنا؟ للسيرفر ده اللي هو الاكتيف دايركتوري، اللي هو السيرفر اللي شغال ايه؟ دومين كنترولر. يقول له الراجل ده اليوزر ده والباسورد ده عايز يخش عندي على الجهاز. وهنا بقى حضرتك من خلال السيرفر ومن خلال الادوات اللي احنا بنتعلمها مع بعض بتبتدي تتحكم في القصه دي. تقول الراجل ده يخش على الجهاز ده، لا ما يخشش على الجهاز ده، لا يدخل على الجهاز ده من الساعه كذا للساعه كذا،
يروح يجي يعمل ما يعملش. فالمهم نرجع للنقطه اللي بنتكلم فيها، ان انا دلوقتي عشان ابني الشبكه بتاعتي انا محتاج شقين مهمين جدا. الشق الاولاني زي ما احنا قلنا شق الربط اللي هو مين؟ سيسكو. طيب الشق الثاني اللي هو الاداره. طب عشان ادير لازم الاجهزه دي ينزل لها اوبريتنج سيستم. طب هنروح لمين بقى كاوبريتنج سيستم؟ مايكروسوفت. طب برضه هل مايكروسوفت بس لازم لا، بس احنا دلوقتي بنتكلم ان انا عايز اأهل نفسي للتعامل مع الشبكات دي، فبالتالي بشوف السوق بيقول ايه. فالسوق بيقول ان مايكروسوفت هي الطب في او الاكثر انتشارا في قصه الاداره بتاعت الايه؟ الشبكه بتاعتي دي. جميل. فهنروح لمايكروسوفت وزي ما احنا قلنا ننزل الاجهزه بتاعتي واجيب السيرفر وانزل له الاوبريتنج سيستم الخاص بالسيرفرات عشان من خلاله اقدر ان انا ادير الشبكه بتاعتي. يبقى نرجع للنقطه الاساسيه بتاعتنا. يبقى انا عشان اقدر ابني شبكه يبقى لازم اكون ملم بشق الربط اللي هو هنا هنتكلم في مين؟ في سيسكو. طيب زي ما احنا اتفقنا بعد ما ربطت خلاص كده الشبكه تمام، تعالى يا شركه استلم الشغل بتاعك. لا، لازم ندير. عشان ادير يبقى لازم الاجهزه ينزل لها اوبريتنج سيستم، ويبقى عندي في جهاز اسمه ايه؟ جنرال كده اسمه ايه؟ سيرفر. من خلال السيرفر ده انا بدير الشبكه بتاعتي. جميل. عشان الراجل ده يبقى سيرفر يبقى لازم ينزل له الاوبريتنج سيستم بتاع السيرفرات اللي هو زي ما احنا قلنا في ادوات، من خلال الادوات دي انا بدير الشبكه بتاعتي. واضح الكلام ده؟ في اي مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ كلام جميل. يبقى انا عشان ادير الشبكه دي او عشان ابني الشبكه دي لازم الاول افهم سيسكو شغاله ازاي ومايكروسوفت شغاله ازاي. جميل جميل. طيب تعال نتكلم بقى عن مين الاول؟ عن سيسكو. دلوقتي انا عايز اربط الشبكه، فزي ما احنا اتفقنا هروح لسيسكو. يا سيسكو انا عايز اتعلم ازاي اتعامل مع اجهزه الربط دي، السويتشات والراوترات والكلام ده. السويتشات والراوترات دي مش مجرد كده ان هو هتحط بتاع والدنيا تشتغل وتقوم زي عندك في البيت مثلا. لو انت في البيت مثلا وعايز تجيب سويتش ولا حاجه بتحط السويتش وتوصل وخلاص خلصنا، صح؟ لكن الموضوع هنا كبزنس لا، الموضوع ما ينفعش. هنا السويتشات والراوترات بتاعتي لازم اكون فاهم كويس جدا ازاي اقدر اتعامل مع الاجهزه دي، لانها زيها زي الكمبيوتر بالظبط. يعني هي فيها بروسيسور وفيها رامات وفيها اوبريتنج سيستم وفي كونفيجريشن المفروض بنخش نعملها حسب طبيعه الشبكه بتاعتي وحسب المطلوب مني في الشبكه بتاعتي. فالموضوع مش ان انا هجيب سويتشات او راوترات واحط وركب وخلاص، لا، ده الموضوع كبير جدا. فانا لازم افهم انا هتعامل اصلا مع الاجهزه دي ازاي. فعشان افهم هتعامل مع الاجهزه دي ازاي فبروح لمين؟ لسيسكو. يا سيسكو احنا عايزين نتعلم ازاي نربط الدنيا دي ونتعامل مع الاجهزه دي. فهنا سيسكو بتقول لي ان احنا عاملين كورسات او شهادات. يعني اكيد كلنا نسمع عن مين؟ CCNA، صح؟ مين CCNA؟ تعالى نفهم كده ايه CCNA وايه اصلا الشهادات عموما. يعني CCNA، MCSA، CCNP، مش عارف ايه، XYZ. مين الناس دي؟ ايه الموضوع ده؟ فتعالى نفهم برضو مع بعض ايه الشهادات دي وايه الموضوع، سواء بنتكلم في CCNA او غيره. يعني الكلام اللي هتكلمه دلوقتي انا بتكلمه عن CCNA بس هينطبق على اي شهاده تانية، حتى لو في مجالات تانية. لو بتتكلم في برمجه او في اي مجالات تانية هو الكونسبت واحد، اللي هو ايه؟ بنتكلم على CCNA. انا دلوقتي زي ما احنا اتفقنا رحنا لسيسكو. يا سيسكو انا عايز اتعلم ازاي اربط الدنيا دي وابني الشبكه بتاعتي دي. فسيسكو بتقول لنا والله في كورسات. تمام. الكورسات دي حضرتك بتاخدها بتتعلم فيها ازاي تتعامل مع الشبكه بتاعتك وتبني الشبكه بتاعتك. هنا بالنسبه لسيسكو مقسمه الشهادات عندي لثلاث مستويات رئيسيه، ساعات يقسموها اربعه ساعات يقسموها خمسه، لكن هم ثلاث مستويات اساسيه. اللي هو عندي هنا CCNA، حد عارف بقى اللي اعلى منها ايه؟ تمام. CCIE. جميل. CCNA اللي هو سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيت يعني انت بقيت من المجتمع بتاع سيسكو، يعني بقيت تفهم ازاي هتتعامل مع الاجهزه والدنيا بتاعت سيسكو. جميل. طيب بعد كده الليفل اللي بعدها اللي هو البي ده اللي هو ايه؟ بروفيشنال. بقيت راجل كده ايه؟ محترف. حلو الكلام. طيب الليفل الاعلى بقى ربنا يكرمكم ان شاء الله كده وتوصلوا له اكسبيرت. راجل كده كونسلتنت، راجل استشاري، راجل كده تحط رجل على رجل والشركات تيجي تتحايل عليك تشتغل عندها بدون مبالغه.
تمام. طيب فسيسكو تاني عشان نبقى الدنيا مربوطه مع بعضها، رحنا لسيسكو، يا سيسكو انا عايز اتعلم ازاي اربط. فقالت لي والله انا عندي شهادات، والشهادات دي متقسمه للثلاثه ليفل دول. دي الليفلز مش اسامي الشهادات كتير، لكن دي المستويات الاساسيه بتاع الشهادات. جميل. طيب انا راجل لسه باخد الفيرست ستيب بتاعتي، الخطوه الاولى بتاعتي في المجال، يبقى هروح لمين المنطقي والبديهي؟ CCNA. طيب دلوقتي احنا عايزين ندرس CCNA. طيب ايه CCNA؟ زي ما احنا قلنا اني سيسكو لما رحت لها عايز اتعلم، فقالت لي انت راجل لسه مبتدئ، روح ابدا مع مين؟ CCNA. الشهادات دي بتبقى عباره عن ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، منهج بندرسه مع بعض، نفهم الدنيا بتاعتنا، وبعد كده لو حابب بعد ما تخلص تروح تمتحن الامتحان الدولي بتاعها، تمام؟ فتجيلك شهاده من سيسكو ان انت راجل سيرتيفايد في الحاجه دي، معترف بيك في الحاجه الفلانيه دي، حسب بقى الشهاده نفسها. احنا هنا كمثال بنتكلم على مين؟ CCNA، لكن ينطبق على اي شهادات ثانيه. يبقى الفكره تاني في الشهادات عموما ان الفندور سواء سيسكو مايكروسوفت بلا 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 بيحط مناهج، تمام؟ حضرتك بتدرس المنهج المناسب ليك، بعد كده بتروح تمتحن فتجيلك شهاده من الفندور ده انك بتعرف تعمل الحاجه الفلانيه دي. حلو الكلام؟ جميل. تاني ده ينطبق على اي حاجه. طيب السؤال بقى هنا هو ايه الفكره بقى؟ يعني هو انا لازم امتحن ولا ما امتحنش؟ طب اعمل ايه بتاع؟ خلي نمتحن ولا نمتحنش دي هنتكلم عليها في اخر الكلام بتاعنا، لكن اللي عايز افهمك دلوقتي اوضحه لك هو الشهاده دي هتفيدك بايه. الميزه في الشهاده دي ان هي بيبقى معترف بيها عالميا. يعني انت درست في مصر وخدت الشهاده من مصر، رحت بيها الصبح امريكا، يوروب، اي حته في الدنيا، هي معترف بيها عالميا. عكس شهاده الجامعه بتاعتك، انت في شهاده الجامعه بتاعتك لو رحت مش عارف كندا يقول لك ادرس كمان سنتين عشان تقدر تعادل، ده اذا عرفت تذاكر. تمام؟ فالميزه في الشهادات دي ان هي معترف بيها عالميا، ده رقم واحد. رقم اتنين، وركز بقى معايا، الموضوع برضو بزنس. الشهادات دي والقصه دي بزنس. ما احنا جايين قاعدين القعده دي ليه؟ جايين تتفرجوا عليا تسلموا عليا وتمشوا؟ احنا عايزين نخش المجال ده، عايزين نخش البيزنس ده، صح؟ جميل. طيب فهنا قصه الشهادات برضو في تراك البيزنس، يعني انه بيجي هنا سيسكو مثلا تروح للناس اللي هي بتستخدم الاجهزه بتاعه سيسكو، فتقول لهم يا جماعه لو انتوا شغلتوا عندكم مثلا عدد كذا مثلا ناس معاهم شهاده CCNA او كذا NB او كذا CCIE، كل حاجه بقى وحسب الامتيازات اللي بيديها لهم. فبيدي هنا امتيازات للشركات اللي شغاله بالاجهزه بتاعته. لو انت شغلت لي كذا هديك امتيازات كذا. جميل. فتقوم الشركات لما تيجي انت تبص على مواقع التوظيف يقول لك ايه؟ يفضل اللي معاه مثلا شهاده CCNA. ليه؟ عشان حضرتك انت كراجل دلوقتي بتظبط نفسك وبتدور على شغل، فما تلاقي الشركات منزله بيقول لك انا عايز CCNA، حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح عشان تاخد الشهاده بتاعت CCNA، صح؟ استريحوا يا شباب، جاي متاخر ليه؟ ينفع كده؟ تعالى بدري يا شباب، تعالى بدري. ماشي. جميل. فيجي هنا حضرتك تروح عايز تمتحن CCNA عشان تروح تديها للشركات دي، علشان الشركات دي تديها لمين؟ لسيسكو. وانت هنا لما بتروح تجيب الشهاده دي بتروح تجيبها من مين؟ من سيسكو. فالسيركل كده ايه؟ تكمل. ان دلوقتي سيسكو بتقول للفندورز اطلبوا الناس اللي معاهم الشهادات، فتقوم الناس تروح تاخد الكورسات دي وتمتحن عشان تقدم الشهادات. لما تروح تاخد الكورسات دي وتمتحن بتاخدها منين؟ من الشارع؟ ما بتاخدها من سيسكو نفسها. واضحه الفكره؟ فدي فكره الشهادات عموما. يعني تاني برضه عشان كده نوضح القصه دي، الكونكلوجن بتاع النقطه بتاع الشهادات دي. يبقى الشهادات از جنرال ان انا دلوقتي عايز اتعلم حاجه معينه. مثال احنا بنتكلم CCNA، عايز اتعلم ربط، فاروح لسيسكو، فسيسكو هتقول لي في منهج عندي اهوت ادرسه، وبعد ما تدرسه تروح تمتحن، فتجي لي شهاده دوليه من سيسكو ان انا راجل CCNA سيرتيفايد. جميل. الشهاده دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هي معترف بيها عالميا في اي حته. طيب النقطه الثانيه زي ما احنا قلنا هنا انه هيديك ميزه لما تيجي تقدم للشركات دي.
ليه؟ لان زي ما احنا فهمنا كده ان سيسكو بتروح للشركات تقول لهم الكلام اللي احنا لسه قايلينه، مش عايز اعيده تاني. فهنا انت بتحاول ان انت تمتحن الشهاده دي عشان يبقى ليك اولويه انك تدخل للشركات دي. طيب زي ما قلت لكم بقى نقطه امتحن ولا ما امتحنش، طب امتحن كمان شويه، طب مش عارف ايه، خليها دي هنتكلم عليها بعدين. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي انا عايز افهم بس ايه الشهاده دي وايه الفكره بتاعتها. في مشكله في الكلام ده لحد دلوقتي؟ جميل. طيب زي ما احنا اتفقنا رحنا لسيسكو، يا سيسكو عايزين نتعلم قصه الايه؟ الربط دي. فقالت لنا عندنا سيس ان اي، وفي ايه تاني؟ نسيته؟ جميل جميل. طيب بالنسبه لنا بسم الله الرحمن الرحيم شبكات، يبقى هنروح لمين؟ سيس ان اي. جميل. سيس ان اي، حد بيقول حاجه؟ سيس ان اي زي ما احنا اتفقنا ده الانتري او المدخل بتاع الدنيا بتاعت الشبكات عموما، مش بس سيسكو. يعني لما اجي عايز اخش الدنيا بتاعت الشبكات دي يبقى بسم الله الرحمن الرحيم الدخله بتاعتي هي سيس ان اي. في بعض الاحيان بتلاقي حد يقول لك المفروض قبل سيس ان اي تاخد حاجه اسمها ان بلس وحاجه اسمها اي بلس. حد سمع عن الاسامي دي قبل كده؟ جميل. كومبتيه دول تبع حاجه اسمها كومبتيه. جميل. الاي بلس بيديك اساسيات المينتننس او الصيانه بتاعت الاجهزه، يعني بيعرفك ان الجهاز بيبقى عباره عن ماذر بورد ومش عارف فيه رامات وبروسيسور وده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، فبيفهمك الجهاز بيبقى شغال ازاي. والان بلس بيديك الاساسيات بتاعت الشبكات، يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا ابدا اي بي للشبكه بتاعتي او الاجهزه بتاعتي، اوزع الاي بيات جوه الشبكه بتاعتي ازاي، مش عارف ايه. بيديك اساسيات في موضوع الشبكات. لكن عاده ما انتش هتبقى محتاج الاي بلس والان بلس. حابب تدرسهم كنولج ليك مفيش مشكله، لكن مش هيبقى عائق ان انت تخش على طول على السيس ان اي، لانه عاده لما هتدرس سيس ان اي سواء بتدرسها معانا او بتدرسها او في اي حته في الدنيا، عاده بيديك في الاول انترو كده يفهمك الاساسيات بتاعه الشبكه. يعني ايه اصلا الشبكه بتاعتي؟ حاجه اسمها اوساي لاير، الاي بيهات، طب اربط ازاي، طب حتى الكابلات ماشيه ازاي، طب اقرش، طب اروح، طب. فالاساسيات دي بتاخدها اوريدي كده كده في بدايه الايه؟ سيس ان اي. فانت مش محتاج تروح للاي بلس والان بلس، تقدر تخش على طول على سيس ان اي. طيب سيس ان اي هتفيدنا بايه؟ زي ما احنا اتفقنا ان انا افهم منها انا هربط ازاي. زي ما احنا كده الرسمه اللي كنا راسمينها من شويه دي، ادي سويتش اهوت وراوتر هنا وراوتر وسويتش. وزي ما قلت لكم ده نموذج مبسط للشبكه، لكن الشبكه ممكن يبقى فيها سويتشات كتير. ممكن يبقى عندي في مثلا في الشركه في مثلا ادارات مختلفه، عندي اداره للسيلز، الماركتنج، مش عارف الاتش ار، بلا بلا بلا. طب انا عايز اخلي الناس دول شبكه والناس دول شبكه، واعمل مثلا بينهم بيرميشنز، ده يعدي لا ده ما يعديش، نروح ما نجيش لا. ففي كلام كتير قوي بيتقال هنا. عشان افهم الكلام الكتير اللي بيتقال هنا ده والدنيا دي والربط ده بيتم ازاي، يبقى بيزيكلي انا محتاج الاول افهم سي سي ان اي. جميل جميل. لحد هنا في اي حد عنده اي مشكله؟ جميل. طيب بعد ما درست السيس ان اي خلاص كده انا بقيت راجل بتاع شبكات؟ لا، دي الفيرست ستيب، دي الخطوه الاولانيه اللي هو زي ما قلت لك من شويه. انا عشان اقوم الشبكه دي يبقى الاول هروح لمين؟ لسيسكو. يا سيسكو عايزين نبني، فسيسكو قالت لنا سيس ان اي، خلاص درسنا سيس ان اي. طب خلاص كده لا، محتاج بقى اروح للناحيه الثانيه اللي هي مين؟ مايكروسوفت. مايكروسوفت. يا مايكروسوفت انا عايز اتعلم ازاي ادير الشبكه بتاعتي. فهنا مايكروسوفت بتقول لي مثلا عندنا حاجه اسمها ام سي اس اي. طيب تعالى نفهم بتتكلم فيه سريعا الام سي اس اي ديت. والام سي اس اي مايكروسوفت وقفت الدعم عنها، يعني ايه وقفت الدعم عنها وليه وقفت الدعم عنها وهنتكلم دلوقتي حاجه. حلو الكلام. بس النقطه اللي انا باكد عليها دلوقتي هو ان انا محتاج مع جزء الربط ان انا ابقى فاهم جزء الاداره. حلو الكلام. طيب فاحنا دلوقتي بنتكلم في جزء الاداره هندير ازاي. حلو الكلام. طيب هنروح لمين؟ مايكروسوفت. عايز ادير يا مايكروسوفت. فهتقول لي زي ما احنا كنا بندردش حالا ان انا محتاج هنا يبقى عندي في حاجه اسمها ايه؟ سيرفر. والسيرفر ده هنزل له ويندوز خاص بالسيرفرات، عشان في ادوات زي مين؟ حد فاكر اسمها اللي قلناها من شويه دي؟ اكتيف دايركشن. عشان الراجل ده يبقى اسمه ايه؟ حد فاكر برضه؟ دي سي. جميل. طيب هنا عشان اتعلم الدنيا دي وازاي بقى من خلال السيرفر ده
ادير الشبكه بتاعتي، لان برضو خد بالك هنا انا مديك الاكتيف دايركتري كمثال، لكن انا عندي فيه سيرفيس كتير وفي دنيا كبيره. تمام. عشان اقدر بقى ادير الشبكه دي واوفر لها الانفراستراكشر اللي هي محتاجاها، فانا هنا لازم هدرس الكلام ده. طيب يا مايكروسوفت انا عايز ادرس الكلام ده، فمايكروسوفت بتقول لي في عندنا حاجه اسمها MCSA، اللي هي من خلالها بفهم انا ازاي هتعامل مع الاجهزه دي، وهنربط بتاع دوت، وهدير الدنيا دي والاجهزه واليوزرز و جميل. زي فكره مين في سيسكو؟ سيسني. يبقى تاني ركزوا معايا، احنا لسه في بدايه المحاضره بداتوا تسرحوا معايا، ركزوا. تمام. فانا تاني هنا زي ما اتفقنا عايز ابني الشبكه بتاعتي. الاول رحنا لسيسكو، فقالت لي انت راجل لسه في البدايه، روح خد ايه؟ CCNA عشان تفهم هتتعامل مع السويتشات والراوترات والدنيا دي ازاي. طيب بعد ما رحنا وفهمنا هنربط ازاي، عايزين ايه؟ ندير. فهنروح لمايكروسوفت. طيب مايكروسوفت انا عايز اتعلم الاداره، في عندك حاجه اسمها MCSA. تمام. MCSA برضه هنا ده الليفل الانتري بتاعي عشان اقدر من خلاله ادير الشبكه بتاعتي. حلو الكلام؟ جميل. لحد هنا فيها مشكله؟ طيب هنا بيقول لي مايكروسوفت وقفت التطوير او الدعم على الشهاده دي اللي هي اسمها MCSA. طيب لو عايز ادرس بقى ادير والحاجات دي، قال لي مايكروسوفت بتقول لك روح لحاجه اسمها ايجور. مين الايجور ده وايه الموضوع؟ تعالى برضو نفهم كده عشان لما الكلام يقابلك تبقى مترجم ايه اللي بيحصل حواليك، ما تبقاش تايه. جميل. بص يا سيدي وركز معايا عشان الكلام ده مهم جدا، عشان المشكله ان الناس في بدايتها بيبقى متخبط، فده يقول له كلام وده يقول له كلام، فتلاقيه خبط هنا بتاع طب انا فين؟ طب رايح فين؟ جاي منين؟ فعايزين نفهم كده عشان لما تيجي حاجه قدامك حد بيتكلم في حاجه تبقى مترجم هو قصده ايه، ما تبقاش تايه. فركز وصح معايا. لما نيجي نتكلم على مايكروسوفت اللي هو زي ما اتفقنا مايكروسوفت، انا بسجل. مين اللي طالب انه يسجل؟ انا بسجل اوريدي. هنا زي ما اتفقنا كمايكروسوفت ان انا محتاج سيرفر عشان ايه؟ ادير الشبكه بتاعتي. السيرفر ده عاده بيبقى موجود عندي في حاجه اسمها داتا سنتر روم في الشركه بتاعتي، سيرفر روم كده. تمام. بيبقى السيرفر روم دي او الداتا سنتر روم دي المفروض اوضه كده، تبقى حسب بقى حجم الشركه بتاعتنا. الاوضه دي بتبقى مجهزه عشان يتحط فيها الاجهزه المهمه بتاعتي زي السيرفرات والكور سويتشز والحاجات دي. جميل جميل. طيب مبدئيا الروم دي عشان تتجهز تجهيزها بس من غير سيرفرات ومن غير حاجه، تجهيزها مكلف جدا. حلو الكلام؟ جميل. وبعدين يعني هي في الحجم المتوسط مش الحجم الكبير بتتكلف ملايين، ده تجهيزها بس. اللي هو ايه تجهيزها؟ الاجهزه دي لازم تتحط في درجه حراره معينه، فلازم يبقى في سيستم تبريد معين، فدي تكلفه. الاجهزه دي ما ينفعش تتفصل عنها الكهرباء، لازم يبقى في UPS ومش عارف ايه وسيستم عشان الكهرباء. المفروض يبقى عندي في ترمينيت للكهرباء عشان لو حصل مثلا الكهرباء عليت مش عارف ايه. تجهيزات لدرجه النوع البويه الحيطه بتدهن بيها ليها انواع معينه. فالاوضه دي عشان تتجهز تكلفتها عاليه جدا. بالاضافه بقى لسه هرجع اجيب اجهزه سيرفر زي ما احنا اتفقنا، ده لازم تكون امكانياته عاليه. مش هروح اجيب لابتوب واشغل بيه الشبكه زي ما احنا اتفقنا، صح؟ فبالتالي الراجل اللي امكانياته عاليه ده اكيد برضه تكلفته عاليه. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب جبنا الايه؟ الداتا سنتر روم وجبنا الاجهزه وقومنا الدنيا خلاص كده، يعني لسه في تكليفات برضه شغاله معايا، اللي هي تكليفات التشغيل نفسها والصيانات اللي بتحصل والابجريد و وبعد شويه الاجهزه ادمت فاحنا محتاجين نعمل لها ريبليسمنت، صح؟ جميل. فهنا ركز بقى معايا في الحته دي عشان زي ما اتفقنا كده لما يقابلك اي كلام تبقى مترجم الدنيا ماشيه ازاي. لما اجي ادير الشبكه بتاعتي عندي في طريقتين اساسيين للشغل، حاجه اسمها اون بريمسز وحاجه اسمها ايه؟ كلاود. مركزين معايا؟ جميل. اون بريمسز يعني انا هشتغل على الاجهزه اللي موجوده عندي تحت ايدي، الاجهزه بتاعتي هتبقى في الداتا سنتر روم بتاعتنا دي اللي اتفقنا عليها، السيرفرات موجوده، كل حاجه موجوده تحت ايدي وانا بديرها من خلال موقعي هذا. تمام؟ ده كده انا شغال حاجه اسمها ايه؟
اون بريمسز، يعني الاجهزه الحاجه تحت ايدي وانا شغال عليها مباشر دايركت. بس القصه دي زي ما احنا اتفقنا هتبقى مكلفه. داتا سنتر روم والحاجه اللي هتتحط الاجهزه دي هتحط فيها والكلام ده الموضوع مكلف. فالاتجاه رايح لمين؟ للكلاود. طيب ايه الكلاود؟ ايه شغل الكلاود ده؟ بص يا سيدي، الكلاود الفكره بتاعت الكلاود ان انا هشتغل على سيرفرات مش موجوده عندي في المكان بتاعي. ازاي يعني؟ بص يا سيدي، الفكره بدل ما انا هجهز الداتا سنتر روم دي والدنيا والقصه والكلام ده كله، لا، انا كل اللي هبقى محتاجه بس يبقى عندي كونكشن قوي للايه؟ الانترنت. جميل جميل. ومش هشغل ده، انا عايز بس كونكشن قوي للايه؟ الانترنت. واروح لشركه من الشركات اللي شغاله في قصه الكلاود دي. اكبر شركه دلوقتي واشهر شركه في قصه الكلاود امازون. تمام؟ جميل. وات ايفر بقى، لان كل الفيندورز الكبيره، كل المسميات الاسامي اللي تسمع عنها، جوجل، مش عارف، اي بي ام، اي حد، كل الناس دي شغاله في القصه بتاعت الكلاود دي. شغاله في القصه بتاعت الكلاود دي بتعمل ايه؟ عندهم داتا سنتر كبيره جدا، مش واحده طبعا، كتير جدا. جميل. مجهزه وكل حاجه وفيها سيرفرات كتيره جدا والدنيا كبيره جدا. فايه القصه؟ ان انا بدل ما اجيب سيرفر وداتا سنتر روم بلا 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 بلا، لا، انا اروح اجر عند الناس دي ايه؟ سيرفر من عندهم. زي فكره كده، لو انت ليك في الويب، ان انت بتعمل ايه؟ بتروح تجيب هوست تحط عليه الويب سايت بتاعك، صح؟ مش بنعمل كده؟ جميل. فالفكره عندي هنا ان انا هروح اجر سيرفر عند امازون او مايكروسوفت او جوجل او والشغل بتاعي بدل ما انا شغال لوكالي هنا على الاجهزه اللي عندي، هو نفس الكلام وهي نفس الطريقه وهو كل حاجه. بس بدل ما هشتغل اون بريمسز على الاجهزه اللي عندي، لا، انا هشتغل عليها من خلال مين؟ الكلاود. طيب ايه الفكره اللي خلينا اروح للكلاود؟ التكلفه. فرق التكلفه كبير جدا. انا هنا بتكلم في بيزنس، اصل دي شركات، صح؟ يهمها التكلفه. يعني لما اجي دلوقتي اقول مثلا لشركه، انت عشان تشتغل اون بريمسز بالبلان اللي انت بتتكلم فيها دي مثلا، يعني هتتكلف 10 مليون مثلا. لو انت اشتغلت كلاود هتتكلف 500,000. تكلفه لا تقارن، صح؟ فبالتالي يبقى انا، لا، انا رايح لمين؟ للكلاود. الاتجاه رايح ناحيه مين؟ الكلاود. اللي هو ايه تاني؟ هو نفس شغل الاون بريمسز، بس بدل ما انا شغال لوكالي على الاجهزه اللي عندي في المكان بتاعي، لا، انا هشتغل على سيرفرات ريموتلي. تمام؟ تمام. بديرها عادي وانا قاعد مكاني، يعني السيرفرات برضه بديرها وانا قاعد مكاني. يعني سواء كانت الاجهزه هنا في الداتا سنتر روم، انا ما بخشش اقعد جوه الداتا سنتر روم، انا بشتغل عليها ريموتلي برضه، بس الايه؟ ابني تحت ايدي هنا. تمام؟ انما هنا ابني فين؟ بره في الكلاود. تمام. تمام. فهي الاداره واحده، الشغل واحد. بس هنا انا شغال على اجهزه موجوده عندي تحت ايدي، انا هنا شغال انا فين؟ على الكلاود. طب انا بروح للكلاود ليه؟ بروح للكلاود عشان التكلفه، عشان احنا بنتكلم في بيزنس. طيب فهمنا كده يعني ايه انا شغال اون بريمسز؟ خليكي معايا بس. فهمنا يعني ايه انا شغال اون بريمسز وشغال كلاود؟ في مشكله في الكلام ده؟ جميل. طيب نرجع بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، انه مايكروسوفت قالت لي احنا هنوقف الدعم عن مين؟ عن ام سي اس اي، صح؟ جميل. طيب ليه هنوقف الدعم عن ام سي اس اي؟ وليه لما اجي عايز اشوف الاداره ديت قال لي روح لمين؟ لايجور. جميل جميل. طيب هنا الام سي اس اي هو بيكلمني انا هدير الشبكه بتاعتي على اساس مين؟ اون بريمسز. الام سي اس اي بيكلمني انا هدير الشبكه بتاعتي ازاي؟ اون بريمسز. في اي مشكله في الكلام ده؟ جميل. طيب ليه بقى مايكروسوفت لغته يعني وقالت لك لا، روح للايجور؟ تعال اقول لك وافهمك الدنيا. الفكره هنا انه مايكروسوفت هي زي ما اتفقنا اكبر فيندور واكثر انتشارا، تمام، في قصه الايه؟ الاداره دي. حلو الكلام؟ جميل. فهنا في قصه الكلاود ايه اللي بيحصل؟ ان انا بروح زي ما قلت لك، اروح مثلا لامازون اجر عندها سيرفر. حلو.
والناس بتعمل ايه؟ بياخد نفس الاوبريتنج سيستم ونفس الدنيا بتاعت التشغيل بتاعتي هنا اللي هي اون بريمسز، واروح اشتغلها على الكلاود. ما قلت لكم هي الاداره واحده والدنيا واحده. فهنا باخد النسخه بتاعت الويندوز دي، بدل ما هسطبها على الجهاز الاون بريمسز هروح اشغلها فين؟ على الراجل اللي هناك ده، تمام؟ واعمل كل شغلي واخلص كل شغلي من خلال مين؟ الكلاود. بس انهي كلاود بقى؟ بتاعت مثلا امازون، او بتاعت جوجل، او بتاعت في عندي 500 فيندور شغالين في قصه الكلاود. فالكلام ده مش في مصلحه مين؟ مايكروسوفت. ليه؟ مايكروسوفت بتقول لك يعني هو انا كاتعه؟ ما انا عندي الايجور بتاعي، تيجي تشتغل على الكلاود بتاعتي، تاخد الاوبريتنج سيستم بتاعي اللي انا عاملاه لمين؟ للاون بريمسز، وتروح تشتغل عند امازون وعند جوجل وعند كذا وعند كذا. لا، انا هوقف الدعم عن مين؟ MCSA. جميل. طب اللي عايز يدير، لا تعالى لي قابلني بقى على الكلاود، تعالى للايجور. فعشان كده هي وقفت الايه؟ MCSA. ليه؟ لان مايكروسوفت زي ما احنا اتفقنا هي المسيطر على الحته دي. فلما بقى عندي قصه الكلاود، ما بقتش هي المستفيده الوحيده، بقى في ناس مستفيدين بالاوبريتنج سيستم بتاعها. فليه لا؟ ليه الناس دي تستفيد بالاوبريتنج سيستم بتاعي؟ عايز تشتغل مايكروسوفت، مجبر انك تشتغل مايكروسوفت، يبقى تعالى لي في الايجور. ما تروحش تاخد الايه؟ الشغل بتاعي وتروح تشتغل عند امازون ولا جوجل ولا. فهمنا الفكره؟ طيب، فكده احنا فهمنا يعني ايه اون بريمسز، يعني ايه كلاود. فهمنا ليه مايكروسوفت وقفت الدعم عن MCSA وقالت لك روح قابلنا على مين؟ على الايجور. تمام؟ جميل. طيب، السؤال بقى هنا برضو، طب انا دلوقتي عايز اتعلم اداره الشبكه، صح؟ اروح لمين؟ اروح للMCSA ولا اروح للايجور؟ كراجل لسه ببدا، لا هروح MCSA. ليه اروح MCSA؟ مش انت بتقول الدنيا والاتجاه رايح للايجور، والايجور ارخص، والايجور بتقول شعر في الايجور، طب ما اروح على الايجور على طول. لا، كراجل لسه بظبط نفسي هروح الاول MCSA. ليه؟ ليه اكتر من سبب، تعال نقول اهم سببين فيه. اول سبب عندي انه مبدئيا MCSA هو نفس شغل الكلاود، هو برضو اكتيف دايركتوري، هو مش هيخترعوا دين جديد يعني. هو الفكره هنا بتبقى ما بين ده، الفرق ما بين ده وده ان زي ما احنا اتفقنا الاجهزه ايه تحت ايدي؟ ده كلاود. فانا ازاي بقى من خلال الكلاود هكريت المكنه ومانج المكن بتاعي؟ لو عندي اكتر من سيرفر ازاي مانج بقى السيرفرات دي وقصه فيرتشواليزيشن ومواضيع كده تخص انا ازاي هتعامل مع المكن ده. لكن من جوه المكنه بقى الشغل واحد. تمام؟ فالاساس سواء اشتغلت اون بريمسز او اشتغلت كلاود، الاساس معايا هو النولوجي بتاعت MCSA اللي هو الاكتيف دايركتوري ودي ليس بلا بلا بلا. في الايجور بيزيد عليها بقى هو انا ازاي هكونكت على المكنه وازاي ادير المكن المكن ده اللي هي الاجهزه السيرفرات يعني. جميل جميل. طيب، فرقم واحد احنا بنتكلم في انهي نقطه برضو عشان نبقى مركزين، ان هو احنا دلوقتي فهمنا يعني ايه اون بريمسز، يعني ايه كلاود، فهمنا الفرق بين MCSA والايجور وليه مايكروسوفت وقفت MCSA. النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ليه انا كراجل ببتدي وعايز اظبط نفسي يبقى انا هروح الاول MCSA، ما اروحش على طول للايجور. اول سبب احنا قلناه انه كده كده MCSA انت محتاجها سواء شغال اون بريمسز او كلاود، دي نقطه. النقطة الثانية إن إحنا كشرق أوسط لسه ما عندناش ثقة كويسة في قصة الكلاود. أنا شغلي دلوقتي عند أمازون، صح؟ وممكن زي ما فاكرين كده ترامب لما إيه قلب على واوي وقال لهم مالكوش حاجة عندنا، تمام؟ فممكن الصبح هو يجي اسمه إيه دلوقتي مين؟ بايدن. جميل، يجي بايدن برضه يروح قايل لك ايه، مثلا حصل مشكله مع مصر ولا في الشرق الاوسط ولا مش عارف السعوديه وقفت البترول ولا اي حوارات من السياسه دي، يروح ايه يقول لك هنوقف مثلا الدعم عن الناس دي، مش هنقدم لهم السيرفيس بتاعتهم. طب انا شغلي ودنيتي في حضنهم هناك. تمام؟ فكشرق اوسط لسه شويه ما عندناش ثقه في قصه الكلاود دي. كشرق اوسط لسه ما عندناش ثقه في قصه الكلاود. فاغلب الشركات كشرق اوسط هتبقى شغاله اون بريمسز، حتى لو في كلاود مش هيبقى هو الاساس، هيبقى حاجه مساعده، حاجه باك اب او سيرفيس معينه مضطر اعملها كلاود، لكن الاساس هيبقى اون بريمسز. ده بالنسبه لي كشرق اوسط. طيب انا مش قاعد في الشرق الاوسط، انا دلوقتي موجود في اوروبا في اي حته في الدنيا. جميل. في اوروبا مثلا وامريكا
الاعتماد الاساسي على مين؟ على الكلاود. طيب انا هناك دلوقتي، طب انا برضه اخد ام سي اس اي او برضه تاخد ام سي اس اي؟ لان زي ما احنا اتفقنا ام سي اس اي بيكلمك في قصه انا هدير ازاي الشبكه بتاعتي، سواء بقى كانت اون بريمسز ولا ايه ولا كلاود، فكده كده محتاج النولج دي. بالاضافه لان انا مش عارف لما ربنا يكرمني وهروح اشتغل الشركه دي شغاله اون بريمسز ولا شغاله كلاود. طب لو شغاله كلاود، فرضنا في اوروبا وشغاله كلاود، انهي كلاود بقى؟ ما هو انت عندك في امازون، في عندك جوجل، في عندك طب وانا ما اعرفش الشركه اللي انا ربنا هيكرمني فيها هي شغاله بانهي واحد فيهم. طب مين العامل المشترك بين الناس دي كلها؟ ام سي اس اي. وصلت كده ولا في حد عنده مشكله؟ جميل. يبقى هنا الخلاصه لحد دلوقتي ان انا عشان ابتدي افهم الدنيا دي واربط زي ما احنا اتفقنا بقى واظبط وادير و يبقى انا محتاج حاجتين زي ما اتفقنا. محتاج مين؟ سيسكو. وتحديدا هنا محتاج كبدايه مين؟ سي سي ان اي. فيها مشكله؟ طيب بعد ما ربطنا محتاج ان انا ادير. طيب عشان ادير يبقى هروح لمين؟ مايكروسوفت. جميل. مايكروسوفت اروح لمين تحديدا؟ ما هو في شهادات برضو كتير زي ما في سيسكو في شهادات كتير، بس بالنسبه لي انا راجل لسه ببتدي هروح لمين؟ ام سي اس اي. وفهمنا ايه الفكره بتاعتها والدنيا بتاعتها. فيها مشكله لحد دلوقتي في الكلام ده؟ كلام جميل. طيب يبقى انا كده عشان افهم الشبكه واقدر ابني شبكه محتاج نولج مين؟ سي سي ان اي وام سي اس اي. حلو الكلام لحد هنا؟ فيها مشكله في الكلام ده؟ طيب جميل. هل دي معلومه عسكريه مثلا ما حدش يعرفها ولا كل الناس عارفاها؟ المفروض ان الناس كلها عارفاها. لانه طبيعي لما اجي اسس نفسي واظبط نفسي في الدنيا بتاع الشبكات دي يبقى انا محتاج سي سي ان اي ومحتاج ام سي اس اي. ده كلام بديهي وفهمتكم ليه. طيب هنا من وجهه نظري انا الشخصيه، دي مش حاجه عامه يعني، ان انا محتاج مع الاثنين دول محتاج معاهم سي سي ان بي. ليه محتاج معاهم سي سي ان بي؟ انت بتقول مستوى الايه؟ احترافي. انا لسه راجل على الله حكايتي، صح؟ لبسني في ان بي مره واحده. تعال افهمك انت محتاج ان بي ليه. اول حاجه زي ما انا كنت لسه بقول لك حالا، هل هو سر عسكري ان انا عشان اخش في مجال الشبكات دي محتاج ان اي وام سي اس اي؟ لا. لو سالت اي حد عنده معرفه بسيطه جدا بالمجال هيقول لك الكلام ده. جميل جميل. فبالتالي هنا انا محتاج ادرس معاهم كمان، والتاني باكد ده من وجهه نظري ومن خلال خبراتي يعني. جميل. محتاج معاهم ازود النولج بتاعتي بحيث الان بي زي ما احنا اتفقنا هو مستوى احترافي. جميل. بس انا هنا مش ايه، وبرضه لما نيجي نتكلم على كمان شويه، احنا قلنا هنتكلم كمان شويه امتحن ما امتحنش الكلام ده. فلما يجي نتكلم على القصه دي هقول لك انه ما تمتحنش دلوقتي الان بي. انا باخدها كنولج، معلومات. ما انا قيمتي في المجال بتتقاس بالنولج اللي عندي. احنا في المجال بتاعنا قيمتك بتتحدد بالنولج بتاعتك. يعني انت ممكن تروح تعمل انترفيو في شركه، تمام، تلاقي الراجل اللي بيعمل لك انترفيو دوت عنده 25 سنه. وممكن تروح تعمل انترفيو في شركه ثانيه تلاقي الراجل نفس البوزيشن وعنده 45 سنه. ملهاش علاقه. هو بتتقاس بالنولج اللي عندك. وكل ما تجتهد على نفسك كل ما انت بترقي نفسك بنفسك. ودي ميزه في المجال بتاعنا، كل ما انت بتزود النولج بتاعتك انت بترقي نفسك بنفسك. لو الشركه ما رقتكش، لا انت تروح شركه ثانيه وتقول لهم والله يا جماعه انا بعرف اعمل 1 2 3. فاهم حاجه هي النولج اللي عندك. جميل جميل. فهنا مهم مع الان اي والاس اي يكون معايا نولج الان بي، لانه خليه سايلنت معلش شويه. السيس ان بي بتفتح لك الدنيا اكتر. يعني في ناس كتير لو زمايلكم في المجال قبلكم يعني سابقينكم في المجال هتلاقي يقول لك لو سالته على الان بي يقول لك لا الان بي يا عم ما تاخدهاش في الاول، او الان بي صعبه، او الان بي كذا. الان بي ما هي الا سي سي ان اي ادفانسد. يعني هو انت في الان اي بتدرس بتاع ده، في الان بي بتدرس نفس كلام الان اي، هو نفس التوبكس، بس بنبتدي ايه نتوسع في النولج بتاعتنا.
يعني مثلا خدنا مثلا في الان ايه ان في حاجه اسمها مش عارف اوس بي اف، والاوس بي اف دي فيها اريا لازمتها 1 2 3 مثلا. جميل. فابتدي في الان بي ابتدي اتوسع في النولج دي، ان الاريا دي ليها انواع، والنوع ده استخدمه لما يكون عندي كذا، والنوع ده استخدمه كذا، ودي بتاعت كذا. جميل. فالان بي هي نفس الان ايه بس ادفانسد. جميل جميل. فافهم الدنيا بتاعتي اكتر، وضح لي يعني الدنيا بتبقى في السيس ان ايه مجال لسه جديد عليك. فبتحس ان انت لو حد، اكيد كلكم جربتوا مثلا انك تجيب فيديوهات من على اليوتيوب للسيس ان ايه، وتقعد تسمع ده وتسمع ده وتسمع ده. فالدنيا في الاول بتبقى معاك منغبشه كده، مشوشه، صح؟ جميل. فالان ايه لسه الموضوع جديد عليك، فبتبقى الدنيا مش واضحه قوي معاك. الميزه بقى لما انت بتيجي تخش على الان بي، فبتلاقي ان الرؤيه بتاعتك وضحت شويه، فهمت الدنيا. هو ليه كان في الان ايه بيقول لنا كذا كذا؟ يعني هو في الان ايه كان بيقول لك هي كده، هو مش بيقول لك هي كده عشان هو ما يعرفش، لا هو بيقول لك هي كده عشان ما ينفعش لو قال لك دماغك هت ايه، لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤ. تمام. فايه هو ده الان ايه، انت لحد هنا. في الان بي نبتدي نتوسع في المعلومه اكتر، فنبتدي نفهم الدنيا اكتر، فالرؤيه بتاعتك تبقى اوضح. لذلك زي ما قلت لك ان هو مثلا لو جيت تسال حد من اصحابك يقول لك لا الان بي تقيله، ومش لا الان بي مش تقيله ولا حاجه. الان بي زي ما احنا قلنا هي ان ايه بس ادفانسد. انت مشكلتك في الان ايه ان المعلومات كلها جديده عليك. يعني انت لما بتيجي تدرس في الان ايه اول مره تعرف حاجه اسمها فيلان، صح؟ اول مره تعرف حاجه اسمها راوتنج بروتوكولز، اول مره تعرف مش عارف حاجه اسمها اوس بي اف ولا اي ار بي ولا كذا ولا كذا. كلها بلا استثناء مصطلحات وحاجات جديده عليك. كل حرف انت بتاخده في الان ايه هو جديد عليك، فبالتالي كميه اللود عليك انت هتبقى كتير. عكس لما نيجي نتكلم في الان بي. الان بي انت خلاص خدت الصدمه فين؟ في الان ايه اتخبطت. في الان ايه. في الان بي زي ما قلت لك بقى تبتدي تريلاكس كده، وتبقى كده شغل معلمه، وتفهم الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. فالان بي ما هياش اصعب من الان ايه، بالعكس. انت من وجهه نظر انا هي كماتيريال كمنهج اكيد اتقل طبعا، لان هي الادفانس بتاع الان ايه. لكن كصعوبه تعلم عليك انت، لا انا شايف ان الان ايه كصعوبه تعلم مش كمنهج، كصعوبه تعلم الان ايه اصعب كتير جدا من الان بي. ليه؟ كل فسفوسه في الان ايه هي جديده عليك، لكن في الان بي لا خلاص انا فهمت ان فهمت ده فيلان دي بتعمل كذا وكذا، ومش عارف الاوس بيف ده بيعمل كذا، وده الاي جي ار بي وده كذا وده. فهمت الدنيا بتاعتك، بتبتدي تتوسع في الايه في المعلومات بتاعتك، فالرؤيه تبتدي توضح معاك. طب ده هيفيدني في ايه بقى؟ نرجع للنقطه بتاعتها ان انا هنا لما هدرس ان بي فهمنا خلاص ان هي هتوسع لي النولج بتاعتي. ده هينعكس عليا لما اجي اروح اعمل انترفيو. يعني سؤال كتير جدا متكرر يقول لك مثلا ايه، تيجي الناس شباب زيكم كده يقول لي يا باشمهندس هو هيسالني في ايه في الانترفيو؟ ايه اسئله الانترفيو؟ الانترفيو الراجل بيشقلبك قدامه. تمام. هو طبعا بيبقى في حسب الشركه، بيبقى في اغلب الشركات يعني بيبقى في امتحان ريتنج كده في الاول، اختيارات صح وغلط مش عارف ايه، ده بيبقى كلام اهبل. بيبقى بس عايز يشوف انت عندك المينيمم ريكوايرز عشان تخش تضيع وقت الراجل ده، ولا بدري بدري تروح. لكن وانس انك دخلت للراجل مفيش حاجه اسمها اسئله انترفيو، هو حسب بقى الراجل ما يشقلبك. وعاده بيحصل ايه ان هو بيجيبك من الزيرو خالص، يعني يبدا معاك من اول يعني ايه شبكه اصلا والاي بي، نوزع اي بيهات، طب الدنيا طب مش عارف ايه، يبتدي يخش معاك شويه سيسكو شويه مايكروسوفت، يشوف الدنيا بتاعتك، يفضل ماشي معاك لحد ما يسالك 3 4 اسئله كده ورا بعض، تقول له مش عارف مش عارف مش عارف، كده خلاص هو عرف ان ده ايه اخرك يعني. فهنا لو انت عندك نولج كويسه، واللي برشحها هنا هي الان بي، دي هتفيدك انك تقدر تكمل مع الراجل ما تفيص منه بدري. ده اولا. ثانيا هتفيدك لما تنزل الشغل نفسه، لانه عاده لما بتنزل الشغل هو مش بيقول لك خلاص يلا انت اشتغلت معايا، لا اغلب الشركات يقول لك مثلا هنزلك تريننج 3 شهور. تريننج هو مش تريننج هيدربك، هو تريننج بيجربك انت، بيشوفك انت
هارش الدنيا دي وفاهم ولا ايه الدنيا معاك. فهنا في فتره التريننج دي مهم جدا النولج معاك، تبقى مترجم، عارف ان هو دلوقتي بيعمل كذا، ده هو شغال على كذا، ده هو مش عارف بيشغل البروتوكول ده عشان مش عارف ايه، وبيشغل كذا عشان ايه. جميل. في مثلا هي اتشالت في المنهج الجديد بس احنا بنشرحها برضو في الان بي في المنهج الجديد برضو، بناخد فكره عن الفويس مثلا اللي هي الاي بي تليفون والحاجات دي تعرفوها. جميل. هنتكلم برضو كمان شويه على التخصصات وايه الدنيا بتاع التخصصات. جميل. بتاخد جزء كده مثلا عن الفويس، جزء مش عارف سكيورتي، جزء وايرلس، حاجات صغيره يعني مش بالتفاصيل، مش بالتخصص. بس الحاجات دي بتفيدك لما تيجي مثلا نزلت شبكه فيها مثلا اي بي تليفون، انت في السيس ان ما بتجيبش سيره الاي بي تليفون، فلما تيجي تنزل شبكه تلاقي اي بي تليفون بتاعها تبقى مترجم يعني ايه كول مانجر، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا. فالنقطه تاني انه لان بي هتنعكس عليك في الانترفيو، هتنعكس عليك في فتره التريننج، هتنعكس عليك لما تيجي تحدد التخصص، ودي نقطه هنتكلمها كمان شويه. لما تيجي تحدد التخصص بتاعك انا هتخصص في ايه. يعني انت هنا خد بالك السي سي ان اي وام سي اس اي والسي سي ان بي، انت كده زي ما تقول كده بلغه الطب ممارس عام، لسه مالكش تخصص. عشان تبقى راجل بقى ذو قيمه لازم يكون لك تخصص، ما ينفعش تبقى جنرال كده. هو في عمرك شفت دكتور مشهور ممارس عام؟ لا، عشان يبقى دكتور مشهور لا، دكتور قلب، دكتور مش عارف مخ واعصاب، دكتور كذا. تمام. فانت لازم بعد كده في الستبس اللي بعد كده ان شاء الله لازم تحدد التخصص بتاعك، ولازم تحدده صح. وعشان تحدده صح زي ما هنيجي نتكلم على نقطه ازاي تحدد التخصص بتاعك، فهيفيدك برضو النولج اللي انت هتاخدها فين في الان بي، هتساعدك في اختيار التخصص بتاعك بعد كده هتخش في انهي حته. تمام. بالاضافه كمان بقى فوق ده كله الان بي بتفتح لك فرص اكتر في التوظيف. يعني مثلا لو ليكوا برضو اصحابكم في المجال وكده تلاقي مثلا شركات زي مثلا وي مثلا، طول الوقت ان وي بتبقى طالبه ناس جوه في الانتربرايز بتاع الشبكه نفسها. جميل. مش كول سنتر والكلام ده، لا جوه في الانتربرايز نفسها. طيب عشان اخش في الشغلانه دي وتبقى الستارت سالري بتاعها كويس، انا بتتكلم في 7 8 كستارت سالري من غير اي اكسبيرينس ومن غير اي حاجه. هو كل الشرط اللي عنده ان انت تكون عندك النولج، حتى مش الشهاده بتاعت الان بي وشهاده الان اي، واللغه طبعا. اللغه دي المفروض في اي حاجه، لو رايح تشتغل اوفيس بوي لازم معاك لغه يعني. جميل. بس برضو عشان الناس يعني ما تقلقش من موضوع اللغه دي. اللغه احنا مش عايزينك الحاج بايدن يعني تفهم، يعني تتعامل مع الناس، تعرف تبعت ميل، تستقبل ميل، الكلام ده يعني، مش اللي هو بروفيشنال انجلش يعني. كان دي بتبقى مشكله كتير يعني كبيره لناس كتير. تمام. جميل. فهنا الان بي هتفتح لك فرص مع شغل زي ويدا، هو شرطه الوحيد يعتبر يعني الوحيد انه عايز نولج ان بي. فناس كتير واخده ان ايه، بس اللي واخد ان بي قليل جدا، صح؟ فبتدي لنفسك ميزه زي ما بنقول كده في السوق، ميزه تنافسيه، عندك حاجه تميزك عن الناس الثانيه. ما انت رايح الانترفيو، انت مش لوحدك اللي رايح الانترفيو، صح؟ في ناس كتير معاك، فلازم يبقى معاك حاجه تميزك. وزي ما احنا اتفقنا انه ايه اللي هيميزك في المجال بتاعنا؟ النولج بتاعتك، مش الواسطه. لانه في المجال بتاعنا برضو قصه الواسطه طبعا في كل حته يعني، بس مش هي اللي هتشغلك. يعني بيجي لي ناس كتير، تمام، هو مع واسطه وداه مش عارف شركه اكس ولا بتاع، بس لما راح عمل انترفيو قال له لا روح خد الايه كورسات الاول وتعالى لي، ما اقدرش ادخلك بالشكل ده. جميل. جميل. فاهم حاجه في المجال بتاعنا هي زي ما اتفقنا الايه النولج بتاعك. طيب كونكلوجن بقى القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي، انه انا عشان ابدا واخش المجال ده فانا محتاج 3 كورسات اللي هم ايه بقى؟ قولهم لي تاني. تمام. جميل. سي سي ان اي زي ما احنا اتفقنا عشان افهم الربط، ام سي اس اي عشان افهم هدير ازاي، سي سي ان بي عشان تديني ميزه هيزود لي النولج بتاعتي زي ما احنا في الانترفيو فتره التريننج بلا 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 الكلام اللي احنا قلناه ده كله. يبقى انا هنا عشان اخش المجال انا محتاج مين؟ ال3 كورسات دول. امين هنا في حد عنده مشكله في الكلام ده لحد دلوقتي؟ جميل. طيب اخذنا ال3 كورسات دول زي ما احنا لسه قايلين بلغه الطب انا كده ايه؟ ممارس عام، لازم يبقى لي
تخصص. طب اروح اتخصص بقى دلوقتي؟ لا لسه ما ينفعش اتخصص دلوقتي، كل حاجه وليها. جميل. طيب الرود بلان بتاعتنا او خريطه الطريق بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ انا درست ال3 كورسات، بقى عندي النولج بتاعت ال3 كورسات. ايه اللي انا محتاجه؟ محتاج بقى انك تحتك بالحياه العمليه، تنزل بقى تدور على ايه؟ على شغل. تضحك ليه؟ خلاص تمام. لو انت مظبط النولج بتاعتك ومطبق ومجرب و هتلاقي شغل بسهوله. القصه انه مش مجرد ان انا هروح في مكان ما ادرس الكورسات دي فاروح اعمل انترفيو فاقول له يا باشا اتفضل اشتغل. لا، القصه معتمده على انت شخصك. انت لازم انت يبقى عندك اصرار وعزيمه. يعني دايما كده بقول للشباب يكون عندك عزيمه وليس حماس. الحماس بيخلص بسرعه، يعني بعد ايه نخش في البيزكس اللي في الاول دي ونخش كده في الدنيا اللي جوه دي تلاقي الناس فيصل. تمام. الحماس راح، لكن محتاجه ايه؟ عزيمه. وكل ما عزيمتك قويه هتكمل وهتوصل ان شاء الله. جميل. فهنا تاني انه الموضوع مش مجرد يا جماعه ان انا احضر الكورسات دي، سواء احضرها في مكان او على اليوتيوب او وات ايفر. مش معنى ان حضرت الكورس ده او حتى رحت امتحنت الشهاده الدوليه بتاعتهم ومعايا الشهادات دي، ده مش معناه ان انا مؤهل. اللي هيخليك مؤهل هو انت نفسك، النولج اللي عندك، تشتغل على نفسك، تطور من نفسك، تقعد تطبق. يعني انا بقول للشباب هنا انا مش هفتح دماغك واحط المعلومات، انت لازم تشتغل معايا. انا هنا جايد ارشدك، اقول لك ده الصح وده غلط، دي لا تتعمل بالطريقه الفلانيه، دي اسهل، ده كذا اعمل كذا. انا جايد، راجل بفيدك بخبراتي، لكن انا مش هفتح دماغك واحط لا انا ولا غيري. تمام. فرقم 1 انت لازم تجتهد على نفسك. وخد بالك ان التعليم اللي انت اتعلمته في حياتك كلها كوم، وبالنسبه للمجال بتاعنا ال3 كورسات دول كوم تاني. هم دول كده بالبلدي كده وعلى المصطبه، ده اكل العيش. اللي انت اتعلمته في حياتك كلها ده حلو قوي انك بتعرف تقرا وتكتب. فالكورسات دي لازم تهتم بيها، لازم تشتغل على نفسك. لازم مش مجرد ان انا اخدت كل، يعني انت مثلا ممكن تيجي ايه لواحد مثلا ايه يقول لك يا عم انا اخدت السيس ان ايه وما اشتغلتش. انت بقى يعني حضرت وخلاص، ولا انت كنت راجل بتطبق وكنت عندك حماس وتروح؟ وبرضه لسه هنبقى نتكلم في الانترفيو لو في وقت معانا في الانترفيوهات. لازم يكون عندك عزيمه برضه. بمعنى ايه؟ انك ما تروحش انترفيو 2 3 حد يا عم حدش في بالك كلها واسطه. لا، لازم عندك برضه عزيمه تروح 2 و10 وات ايفر. برضه في الانترفيوهات انت بتاخد اكسبيرينس في الايه؟ في الانترفيو نفسه. بتروح في الانترفيو ده غلطت في كذا فتبتدي تظبطها المره الجايه، فرحت كذا رحت كذا. صح. جميل. فهنا عشان ما اطولش عليكم، محتاج ال3 كورسات دول عشان ابتدي استارت الدنيا بتاعتي. طيب النكست ستيب ان احنا زي ما احنا قلنا هنبتدي بقى عشان ندور على شغل، عشان نروح ايه؟ نشتغل. طيب اثناء ما انا ببتدي بقى ادور على شغل، ما هو زي ما احنا قلنا كده مش خلصت الكورسات فاروح للشركه فاقول له يا باشا اتفضل خد وقت تعمل انترفيو 2 3. مالك بتضحك؟ مجرب الموضوع طول معاك. جميل. فالفتره دي بقى بنستغلها في ايه؟ اولا طبعا زي ما اتفقنا النولج، ذاكر الكورسات تاني. طب ذاكرتهم وخلصت، لما تدرس الكورسات دي هتفهم ان في حاجات تانية برضو مرتبطه بيها، ان انا يبقى عندي فكره مثلا عن حاجه زي الفاير وول مثلا. جميل. في عندي حاجه اسمها ميل اكستشينج، يبقى عندي فكره عنه مثلا. في حاجات كده حاجات تكميليه. فيبقى هنا لو انت خلاص ال3 كورسات دول تمام، خش برضو خد فكره، مش لازم تاخد الكورس نفسه، بس يبقى عندك فكره عن الحاجات التكميليه دي او مكمله للشغل بتاعك زي الفاير وول او ميل اكستشينج او وات ايفر. فهنا اول عنصر تشتغل عليه هو النولج بتاعتك، دي اهم حاجه. يعني زي ما احنا اتفقنا في بدايه الكلام ان الشهاده مهمه عشان تديها للشركه عشان تخش،
لكن الشهاده مش هي اللي هتشغلك، مش الشهاده اللي هتخليك، ايه اللي هيخليك تشتغل؟ نولج. يعني اوضح لكم، لو انا دلوقتي كراجل انترفيور قدامي اثنين، واحد النولج بتاعته حلوه تمام بس ما معهوش شهادات، وواحد تاني العكس معاه شهادات بس مش فاهم حاجه. طيب انا كراجل دلوقتي عايز اشغل واحد منهم لوجيك، اشغل مين؟ حتى في الشركات الكبيره اللي هو بيبقى شارط ان عشان تشتغل معاك الشهادات دي، برضه هختار الراجل اللي عنده نولج ومعهوش الشهادات. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ وده واقع عملي بيحصل، يعني مش حاجه مبالغه. انه بيجي يقول له تعالى، وكده كده احنا في فتره تريننج 3 شهور، خلال ال3 شهور هات لي الايه؟ روح امتحن. فاللي دخله هنا مش الشهاده، اللي دخله هنا النولج اللي عنده. فهنا اللي هيشغلك وهيحدد مكانتك، وزي ما احنا اتفقنا من شويه كنا بنتكلم ان انت ممكن تروح تلاقي حد بيعمل لك انترفيو عنده 25 سنه. فاللي بيحدد هنا البوزيشن بتاعك والسالري بتاعك ومكانتك في المجال بتاعنا هي النولج اللي عندك. طيب برضه عشان ما نتكلمش كتير، فهنا في المرحله اللي انا ببتدي ادور عليها في شغل، يبقى عندي هنا ايه؟ فكره ان انا ازود النولج بتاعتي. النقطه بقى الثانيه اللي اشتغل عليها برضه ان انا احاول على الاقل امتحن اي حاجه، امتحن على الاقل سي ان اي. هو المناسب ليا هنا سي ان اي. جميل جميل. طيب برضه هنا شويه استفسارات كده بسيطه، اللي هو يجي حد يقول لي طيب لو انا ما امتحنتش، او على النظام الجديد انا اقدر ان انا امتحن ان بي على طول، ما امتحنش ليه ان بي على طول؟ او يقول لي طيب ما انا اخلص السي سي ان ايه وبعدين امتحنها وبعدين ابقى اروح اكمل ام سي اس اي وسي سي ان بي. تعال نجاوب على الاسئله دي سريعا. طيب بالنسبه لي امتحن ولا ما امتحنش، الافضل ان انا امتحن. بس لو ما امتحنتش اخر الدنيا؟ لا مش اخر الدنيا زي ما احنا اتفقنا. جميل. لو شايفك كواليفايد هيقول لك بس لما يبقى معاك الشهاده هيبقى ايه؟ افضل، صح؟ جميل. لكن لو ما امتحنتش خلاص يبقى انا كده مش هروح اعمل انترفيو واقعد في البيت لا، عادي جدا مفيش مشكله. هو الافضل لكن ما هوش شرط. جميل جميل. طيب على النظام الجديد في سيسكو كان الاول ما ينفعش اخش امتحن ان بي غير لما يكون معايا ان ايه. ما ينفعش اطلع امتحن ليفل البروفيشنال وانا ما امتحنتش ليفل الاسوشيت. ده على النظام القديم. النظام الجديد بيسمح لك، انت بطل وشايف نفسك بروفيشنال، تعال امتحن بروفيشنال على طول لو انت حابب، ولو حابب تخش على طول على الاكسبيرت برضو تعالى، ما عندناش مشكله. جميل. بس هنا اللوجيك المنطقي والبديهي انه انا راجل لسه انتري، لسه بخش المجال، فايه اللي هيبقى مناسب ليا، الان ايه ولا الان بي؟ الان ايه مناسب ليا من حيث ايه؟ من حيث كله، مناسب ليا ماديا، ومناسب ليا من حيث النولج، ومناسب ليا من حيث الشركات برضو اللي هقدم لها. ما انا رايح لهم ان انا راجل انتري، انا مش رايح لهم ان انا راجل بروفيشنال. امال بدرس ان بي ليه؟ زي ما قلت لك عشان النولج لكن مش عشان الشهاده. جميل. فاللي هيطلب منك هو الان ايه. جميل. طيب السؤال برضو اللي قلناه ان هو حد يقول لي طيب انا هاخد ان ايه وبعد كده هروح ايه امتحن وبعد كده اجي اكمل اس ايه وان بي والكلام ده، ما انصحش انا بالقصه دي. ليه؟ لما بتفصل في النص بيبقى صعب انك ترجع تاني. تاخد النولج على بعضها، باكج دي على بعضها، وبعد كده استغل بقى وقت زي ما احنا قلنا انك بتقدم في الايه في الشركات. ما انت كده برضو من ضمن العيوب في النقطه دي انك هتضيع وقت طويل. تمام. تروح الاول ايه تدرس ان ايه وبعد كده امتحن وبعد كده بروح اخد الان ايه وبعدين هتطول معاك وعاده هتزهق ومش هتقدر تكمل. فاكر نقطه العزيمه اللي كنا لسه بنتكلم عليها؟ هتقع منك العزيمه في النص. فهنا لا، الافضل ان انا اخلص الباكج دي على بعضها، والوقت اللي هو انا بقدم بقى ومش عارف ايه والشركات والكلام ده استغله بقى زي ما احنا قلنا في قصه ان انا ايه اجهز للامتحان والكلام ده، وقصه ان انا ازود النولج بتاعتي. فكده يبقى ما عنديش وقت ضايع. لو حطيتها في النص وانا بدرس هيضيع لي وقت، فانا استغل الوقت ان انا بدور فيه على شغل وابتدي اشتغل على قصه الايه الشهاده دي. واضح الكلام؟ طيب
ربنا كرمنا وظبطنا النولج وظبطنا البتاع وربنا كرمنا ونزلنا اوريدي ايه شغل كده، ربنا كرمنا حلو. برضه خلاص كده لا، زي ما قلت لك بقى نخش بقى على قصه ان انا اختار الايه التخصص بتاعي. طيب هنا برضه in my point of view من وجهه نظري انك هنا تعمل ايه؟ لما تنزل الشغل تدي لنفسك فرصه 6 شهور. 6 شهور دول لسه ما حددتش اي حاجه، ما تقولش انا عايز اروح سكيورتي، انا عايز اروح كذا، لا لسه هنتكلم برضو في التخصصات. تمام؟ ما تقولش انا عايز اروح على كذا. امال افهم، شوف ايه اللي حواليك، الدنيا ماشيه ازاي والصبر. لان انت ممكن تبقى دماغك في حاجه بس لما تنزل تشتغل تلاقي حاجه تانية مش زي ما انت كنت متخيل. يعني اغلب الناس يجي يقول لي ايه باشمهندس انا عايز سكيورتي، اول يوم لسه في السيس النيه انا عايز سكيورتي. يا عم طب ما تهدى بس، شوف شوف الدنيا رايحه فين. هو متخيل انه سكيورتي دي بقى هيخش بقى ايه، يبقى الجينيوس بتاع العيله ويخش يهاك الاكونتات بتاعه الفيسبوك ومش عارف ايه. لا الموضوع مش كده خالص، الدنيا مختلفه تاني. وموضوع السكيورتي بالذات مش حاجه سهله ومسؤوليه كبيره جدا، ممكن تتحبس فيها. تخيل انت في شركه كده والداتا تتسرق بقى بتاع السيرفرات اللي انت مامنها، رحت ورا الشمس كده يا معلم. عكس مثلا تخصص زي الفويس رايق مثلا، مع يعني على قد مثلا الناس اللي هتعمل ميتنج بتاع مش عارف ايه. المهم يعني هنتكلم عن التخصصات بعدين. المهم النقطه اللي انا بتكلم فيها انه ال6 شهور دي توبزرف كده، تشوف اللي ايه، راقب اللي بيحصل حواليك. تمام؟ عشان من خلال اللي انت درسته ومن خلال اللي انت شايفه تقدر تحدد ايه المناسب ليك. ناس كتير زي ما قلت لك يقول لك سكيورتي، يا عم سكيورتي، يبدا في السكيورتي تلاقي لف وارجع تاني عايزين نشوف حاجه تانيه. فخد الستبس بتاعتك بالتدرج الطبيعي بتاعها، اللي هو زي ما احنا قلنا تظبط كده، ربنا كرمنا وصلنا لمرحله الشغل تدي لنفسك 6 شهور. طب اشمعنى 6 شهور؟ ليه مش اكتر؟ ليه مش اقل؟ مش اقل طبعا عشان تكون فهمت الدنيا كويس. الاخطر بقى ان هو ما يكونش اكتر، لان ده اللي بيحصل، ان هو تتزنق في حاجه بنسميها الكومفورت زون، ركن الانتخاب، اللي هو انا ظبطت كورسات وربنا كرمني واشتغلت كويس ومرتبي حلو وجميل، طيب ننتخ بقى شويه، يعني لسه هروح اخد كورسات تاني وبتاع واشتغل وبتاع، لا انتخ. فايه اللي بيحصل؟ وده واقع عملي اوريدي بيحصل. يعني بيجي مثلا ناس خدت الكورسات دي معانا من 5 6 سنين فاتت، وتلاقيه جاي ياخدها هي نفسه، مش ياخد بقى حاجات اعلى، لا ده جاي ناخد نفس كورسات تاني معانا. ليه؟ وقع في الكومفورت زون دي. هو عادة لما بتنزل الشغل، احنا مثلا دلوقتي انت بتاخد نوليدج مثلا في الكورسات 100% مثلا، جميل. لما بتروح تشتغل في شركة عمرك ما هتلاقي شركة شغالة بال 100% دول كلهم، تبقى شغال ب 20 30% من النوليدج اللي انت خدتها. بس ما ينفعش انا كنولج بقى وانا بذاكر اخد ال 20% دي، لان الشركه دي شغاله ب 20% غير ال 20، فانت لازم تاخد ال 100 في الايه؟ في المية، لان انت مش عارف الشركه اللي انت رايحها هتروح في انهي حته. جميل. القصه بقى ان هو انت لما بتنزل الشغل بيبقى في حاجات معينه خلاص انت اخدت عليها طول الوقت بتنفذها، فبتبتدي تنسى الحاجات التانيه. فيبتدي هنا بعد فتره تبص تلاقي مثلا الناس اللي كانت بادئه معاك وصلت لحته وانت لسه في مكان. تيجي دلوقتي انا عدى عليا 2 3 4، طب انا عايز ازود المرتب، انا عايز مش عارف ايه، ان ودوني بوزيشن اعلى. هنا نرجع لنقطه ايه؟ النولج. ايه النولج اللي عندك عشان امسكك تبقى اي تي مانجر مثلا؟ ما انت لازم عندك نولج 1 2 3. انت عندك 1 2 3، لا انت انتخت ما اشتغلتش على نفسك. الناس اللي كانت بادئه معاك باي تي مانجر بقى اعلى لانه اشتغل على نفسه، زود نولج، خد كذا وخد كذا وذاكر كذا وراح وامتحن وعمل وسوى، وانت قعدت ايه؟ انتخت. فتيجي، وده واقع زي ما قلت لكم بيحصل، يجي بعد 5 6 سنين يقول لك انا عايز اخد الكورسات دي تاني، مش جاي ياخد حاجات اعلى، لا ده جاي ياخد نفس الكورسات اللي خدها من كذا سنه. ليه؟ عشان وقع في الحته دي. فمهم جدا ما تقعش في الحته دي. ادي لنفسك قد ايه؟ 6 شهور. طيب 6 شهور زي ما قلت لك بناء على اللي درسته، بناء على الواقع، فابتدي احدد انا هتخصص في ايه. طيب فرضنا ان انا هتخصص مثلا سكيورتي، اشهر حاجه يعني، جميل.
وهنا بتكلم كمثال مش بتكلم على السكيورتي تحديدا. من خلال برضو اللي انت درسته ومن خلال اللي انت شفته بتقدر تحدد ايه اللي انت محتاجه. لان مثلا لما اجي اتكلم على حاجه زي السكيورتي ما هي السكيورتي وخلاص، دي فيها تخصصات حابين ممكن نبقى نتكلم عليها برضو. عندي في حاجه اسمها بلو تيم وريد تيم، طب انا هروح اخش على الريد تيم، طب في الريد تيم كذا وفي كذا، طب ودي جميل. فهنا من خلال زي ما اتفقنا النولج اللي انت اخذتها من الكورسات ومن الحياه العمليه، فتبتدي تحدد مثلا على سبيل المثال يعني ان انا محتاج دلوقتي عشان اظبط السكيورتي دي، انا محتاج فاير وول، محتاج سيس ان بي مثلا سكيورتي، او محتاج حاجه اسمها او اس اس بي مثلا او فابتدي احدد ايه الحاجات اللي انا محتاجها، وتروح حاطط لنفسك سنه ونص تخلص فيها الكام كورس اللي انت حاططهم لنفسك دول، بحيث انه احنا اتفقنا هنا نص وسنه ونص يبقوا كده كام؟ دول اللي عاده لما هتيجي تقدم في اي شركه بتخصص لازم اتليست يكون معاك سنتين، اذا ما طلبش اكتر يعني، بس العادي اقل حاجه هيطلب منك سنتين. ده لما اجي اتكلم ان انا هنا راجل بقى عايز اروح اشتغل سكيورتي او راح كذا. ودي نقطه مهمه برضو في قصه ان هو زي ما قلت لك يجي حد من اول يوم يقول لي انا عايز اتخصص سكيورتي، انا هخلص الان اي والاس اي مثلا، مش هخش ان بي، انا هخش مثلا كذا سكيورتي. ما ينفعش، لان انا عشان ابقى راجل كمثال برضو بوضح سكيورتي، مش بتكلم على السكيورتي تحديدا، انا كمثال يعني عشان اشهر حاجه فبتكلم سكيورتي. ما ينفعش ان انا اروح لشركه اقول لهم انا عايز اشتغل سكيورتي وانتوا يعني سكيورتي دي روحكم في ايدي، صح؟ ما ينفعش اكون مخلص سيس ان ايه واخدت مثلا سيس ان بي سكيورتي واروح انا ابقى ماسك السكيورتي بتاعت الشبكه دي او الشركه دي. ما ينفعش، لازم بما اني بتكلم في تخصص فلازم يكون معايا اكسبيرينس. عشان كده ما بحبس انك تتخصص في الاول، لا، ذاكر، اشتغل، شوف، بعد كده حدد التخصص. ما اجيش انا من الاول اقول لا انا هاخد سي ان ايه واخد سي ان بي سكيورتي واخد مش عارف ايه سكيورتي واروح اشتغل سكيورتي. لا، لازم ناخد الدنيا ستيب باي ستيب، لانه زي ما قلت لك مش هينفع اروح اقول له انا الراجل بتاع سكيورتي وانا لسه مخلص الكورس امبارح اخر اشتغل على الباكيت تريسر. عارفين الباكيت تريسر؟ جميل. فما ينفعش الصبح امبارح شغال على الباكيت تريسر والنهارده اخش الداتا سنتر روم، مش لوجيك. جميل. فلازم تاخد الامور بالستيبس الطبيعيه بتاعتها. فيها مشكله في الكلام ده؟ يبقى كونكلوجن برضو ان انا محتاج هنا عشان استارت الدنيا دي محتاج ان ايه واس ايه وان بي، وفهمنا كل كورس منطقته ايه. بعد كده زي ما احنا قلنا اثناء ما انا بدور على شغل كده وبظبط نفسي، اظبط النولج، امتحن على الاقل ان ايه، انزل اشتغل، ادي لنفسي 6 شهور ما ازودش عنهم، ابتدي اشتغل على التخصص بتاعي، بحيث لما يكون عدى عليا سنتين يبقى اوريدي معايا سنتين اكسبيرينس ومعايا ايه التخصص وات ايفر التخصص اللي انا حبيت ان انا اتخصص فيه. في اي مشكله في الكلام ده؟ واضح الكلام ده؟ حد عنده اي استفسار في الكلام ده؟ طيب ناخد بريك، تمام؟ وبعد البريك بقى زي ما احنا قلنا اوبن ديسكشن، اللي عايز بقى اي حاجه نتكلم فيها. ماشي؟ اوكي، ناخد بريك. البريك احنا كام دلوقتي ونص؟ ربع ساعه. ربع ساعه ونرجع تاني يا شباب. شباب الاونلاين، شباب الاونلاين فتحت لكم المايكات. انا كنت بس قافل المايكات عشان بس ايه ما يبقاش فيه نويز، اللي عايز يقول حاجه بقى. تمام يا باشمهندس، بعد ربع ساعة السلام نبدأ عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله. تكنولوجي، ماشي، هنتكلم على الاس دي ان تكنولوجي. مين اللي بيسال على الاس دي ان تكنولوجي؟ بس خليها دي عايزه سيشن لوحدها يعني. ممكن احنا هنكرر المحاضرات دي ان شاء الله، فممكن تبقى المحاضره مثلا اللي جايه او اللي بعدها نتكلم في الاوتوميشن يعني. عندي استفسار طال عمرك بشكل عام، ممكن؟ هو الصوت مش واضح بس عشان عندي دوشه. خليها بعد البريك نفتح زي ما احنا اوبن ديسكشن نتكلم كلنا مع بعض. ناخد بريك ربع ساعه وبعد كده اللي عنده اي حاجه يقول. تمام، ماشي.